اما امراه هازه راسها هنا بوحدها لا محرم ولا يحزنون، وغادا نعم سيدي فو مباشر انا نرى عندنا خلل في الميازن كلها الشرفه. ومع ذلك كنقول لك ما يخرجنا شي واحد راسه مربع يقول لنا لا راه عباد الله ما تفرحش. راه انا لا استكثر على الناس فرحهم، علاش؟ لانني اعلم يقينا ان تعبير الناس عن هذا الفرح الان راه ليس متعلقا بالضروره رقم واحد متعلقا بالكره. الموضوع اكبر من هذا واعمق، اكبر من هذا واعمق بكثير جدا. لكن يا ليت قوم يعلمون. لكن دابا في هذا الوقت العباد الله خارجه ناشطه وفرحانه، ما تجيش انت وتخشي صبعك في عينها وتقول لهم لا سميتو وهذا الشيء غير اللهو والهضره الخاويه الى اخره. ماشي دابا، وقت الكلام العلمي والتفصيل العلمي في مجموعه من الظواهر ليس الان. الناس ناشطه، ولقيت اللي كتكون الجماهير تفور بجهه العاطفه، من السفه ان تخاطبها بمنطق العقل والحكمه. لن يستمع اليك احد، بل سيسفه كلامك حتى ولو كان كلامك منطقيا واقعيا. اذا دابا عباد الله ناشطه فرحانه، غير تقول لعباد الله الفرح ديالك ما يخليكش ما يدفعكش انك ديري شي حاجه اللي هي منكره. ماشي حيت انت فرحانه وناشطه حيت الماتش فرحانه ناشطه ديري طاجين في داركم وعيطي لصحاباتك. اما حيت فرحانه حيت الماتش عيطي لصحاباتك وتجمعوا في الطوموبيل وتهبطوا تخلطوا لينا انتم مع الزعالكيه في الزنقه وتوليو سميتو كذا وجاي داخله لداركم حتى لجوج الصباح حكا راه كنا وداك التصاور كله محطه في الانستغرام الى اخره. هذا راه ليس من الفرح بشيء. هذه قله الحياه وقله الترابي. الدراري خارجين فرحانين وكذا الى اخره، ايوه، ولكن انت كتجي توقف تسد واحد الطريق في الوقت اللي انت فرحان بالماتش. راه كاينه واحد الاسره ما فيقاش الماتش من النعاس، عندها دري يكاد يموت وجايه سيارات الاسعاف وخاصها تمشي تعتق هذاك الوليد. الماتش ديالك انت والدنيا كلها ما كتساويش لحظه اللي غادي يفيق فيها هذاك الوليد حي وربما يقدر يمشي فيها ميت. فملي كنقولوا على قضيه الفرحه ما كاينش اشكال، فليفرح الناس، غير هو عاوتاني لا تطغينا الفرحه فتخرجنا عن دائره الحد الادنى من العقل. فرح سيدي، ما كاينش اشكال، قرامه المشكل ما كاينش. انا نعرف انا احسن من الدوله قالت لك فرح الوزارات الدوله قالت لك فرح، نقول لها لا انا اعرف احسن من الحكومه. فهمنا، ولكن عاوتاني لا، راه سيدي ربي اللي قال لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو نفسه سيدي ربي على لسان قوم قارون قالوا ليه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الفرق بين الفرحه الاولى والثانيه هذا فرح مشروع وهذا فرح ممنوع. علاش ممنوع؟ لأنه أخرج صاحبه من دائرة الطاعة أو على الأقل من دائرة المباح إلى دائرة المعصية. فأي فرح يخرج صاحبه من دائرة الطاعة أو المباح إلى دائرة المعصية فهذا فرح ممنوع، داخل تحت قول الله عز وجل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي هذا النوع من الفرحين. وأي فرح يحمل صاحبه على ما هو مباح على الأقل أو على ما هو طاعة كيدخل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.